السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هعمل معاكم وصفة حلوة جدا جدا، وهي من البطاطا. البطاطا فيها وصفات كتير جدا جدا، او لها وصفات كتير جدا جدا. فدي وصفة من وصفات البطاطا. طبعا انا عملت معاكم فيديو قبل كده البطاطا بالبشاميل بطريقة سهلة جدا برضو وبسيطة. تعالوا بينا نشوف الوصفة الجميلة بتاعتنا ديت قد ايه هي جميلة جدا. هتعشق الوصفة دي من حلاوتها، ولادك هيطلبوها منك كل يوم. طبعا البطاطا متوفرة اليومين دول كتير جدا في السوق ورخيصة مش غالية. تعالوا بينا نخش على الفيديو ونشوف مقاديرنا ومكوناتنا ايه. بس قبل ما نبدأ الفيديو نسمي ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. طبعا انا معايا هنا كوزين من البطاطا. دول كانوا بايتين عندي، يعني مش هقول لك انا لسه عاملاهم، لا كانوا بايتين وولادي خلاص. البطاطا باتت ما تتاكلش، فانا حبيت ان انا اعمل لها اعاده تدوير. كان عندي حليب في التلاجة او لبن. ده كان عندي كيلو لبن. طبعا انا ما خدتش كيلو اللبن كله، انت ممكن تضاعف الكميه، بس انا بوريكي ان دي مثلا كوبايتين لبن كبار. جبت عليهم كوزين البطاطا. لو هتعملي كيلو لبن عليهم نص كيلو بطاطا، تمام. ومعايا هنا باكت كريم كراميل، باكت كريم كراميل. هاخد البودره بتاعه الكريم كراميل. طبعا الصوص بتاع الكراميل ده انا هعوزه برضو. هفضي هنا في شفشق الخلاط. يبقى انا حطيت البطاطا، حطيت حوالي كوبايتين كبار من اللبن، حطيت باكت الكريم كراميل اللي هو البودرة. هحط 4 معالق سكر، والسكر حسب الاختيار او حسب ذوقك، يعني حسب ما بتحبي الحاجة مسكرة متوسطة. بس هم الاربع معالق مظبوطين جدا على الكمية ديت. 4 معالق سكر مظبوطين جدا. السكر ده حسب الرغبة. هبدأ هنا افرمهم في الخلاط حلو جدا. يبقى انا حطيت ايه في شفشق الخلاط؟ كوزين من البطاطا، كوبايتين لبن كبار، باكت الكريم كراميل او كريمه بتاعه او البودره الكريم كراميل، 4 معالق من السكر. ومعلش لان الشفشق بتاع الخلاط بتاعي عندي مكسور، فانا مضطريه ان انا اعمل كل ما يوقع حاجه كده بمسحها بالمنديل للمطبخ. جايباه جديد لسه، ووقع مني اول غسله، وقع مني من على الرخامه، اتشرخ يعني كده من الجنب. فعم ابقى اجيب شفشق تاني، تمام. يعني عشان ما تقولوش هو بيوقع كده ليه وعلى طول، لا، شفشق الخلاط بتاعي ده كان جديد لسه والله، اول غسله وقع مني. ما علينا. خلينا بقى نشوف هنعمل ايه. هجيب الحله اللي هسوي فيها على النار. هجيب مصفى ناعمه جدا عشان هصفيها لو في شوائب اي حاجه تطلع. يعني عايزه الكريمه بتاعتنا تبقى ناعمه جدا جدا، ما فيهاش اي شوائب من البطاطا. فطبعا لازم نصفيها. هو طبعا مش هيطلع منها حاجه، بس برضو من الاحتياط برضو ما يطلعش فيها اي شوائب من البطاطا. طبعا هفضي خالص لان دي كلها ما شاء الله كريمه حلوه جدا جدا، متكلفه يعني. هصفي حلو زي ما انتم شايفين اهوت. هبدا احطها هنا على النار. تعالوا بينا نشوف الاول. هحط الكاسات. هجيب هنا الكاسات اللي هفضي فيها، هبقى مجهزاها برضو الاول. هفضي فيها هنا الكراميل بتاعنا. كان عندي برضو باكت تاني. انا بحب الكراميل كتير شويه في الكريم كراميل او في اي حاجه محتاجه كراميل. بحب الكراميل يبقى زياده شويه لان انا بحب الكراميل في الحاجات دي، تمام. طبعا انا فضيتهم اهوت. تعالوا بينا نشوف هنعمل ايه في الخليط اللي عملناه. حطيته على النار وهبدا اقلب فيه. ايدك فيه على طول، ما تسيبوهوش من على النار، بالمضرب السلك كده او بمعلقه لحد ما يغلي. جبت طبعا الكاسات جنبي اهيت مجهزاها. لازم تجهزي الحاجات دي قبل ما تبداي تحطي الحاجه على النار، تبقى الحاجه عندك جاهزه. ما شاء الله غلي اهوت، والقوام بتاعه جميل جدا. هبدا هنا افضي وهو سخن كده في البولات ديت. انت ممكن تضاعفي الكميه بقى. انا قلت كيلو حليب عليهم نص كيلو بطاطا، ممكن تسلقيها وتحطي باكيتين 2 باكت من الكريم كراميل. شايفين؟ اعملوا معايا 5 بولات من كوبايتين لبن وزرين بطاطا. بسم الله ما شاء الله. هحطهم طبعا في التلاجة لحديت ايه ساعتين 3 لحديت ما يتماسكوا كده.
طبعا انا حطيتهم في التلاجة حوالي ساعتين 3. بسم الله ما شاء الله. هوريكم حاجه كده، موقف. حاولت ان انا انزل في الطبق مع اني كان بيتحرك معايا خالص، ما نزلش، جيت اقلبه اتقلب على وشه. انا بوريكم برضك الحاجات اللي بتبقى برضك تحصل معانا زي ما انتم شايفين كده. هقلب لكم واحد تاني، التاني نزل معايا بسهوله، بس ده عصلك معايا في الاول، فقلت لا انا مش هحذف المونتاج بتاعه وهحذفه لكم برضه. اهوت زي ما انتم شايفين كده، شايفين الشكل تحفه بسم الله ما شاء الله. بجد بجد الطريقه دي جميله جدا وسهله، والطعم حلو فوق ده كله الطعم جميل جدا جدا. هتعشقوا الوصفه ديت ومغذيه لاولادك. اللي ما بيحبش البطاطا حاول ان انت تدخلي البطاطا في الحاجات ديت. واللي هياكل من الطبق ده مش هيقول عليها ان هي بطاطا، لا ده هيقول كريم كراميل. ولادك هيطلبوا الوصفه دي على طول. واحنا طبعا في السقعه وفي الشتاء عايزين حاجه حلوه تدفينا، فطبعا الوصفه دي حلوه جدا جدا ومش مكلفه. وطبعا البطاطا متوفره اليومين دولت ورخيصه جدا. وطبعا كده كده بنجيب الحليب او اللبن في كل يوم لاولادنا. فاعملي الطريقه دي وان شاء الله هتعجبك وتنول رضاكي. يا ريت لو وصلت معايا للفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس لو اول مره تشرفيني في القناه. شايفين قد ايه الوصفه حلوه جدا جدا جدا. شايفين النعومه من حلاوتها يعني صراحه. ابني كان بيقول لي هي معلقه واحده بس اللي تاكلها قدام الكاميرا، قلت له لا من حلاوتها بدات اشد في الطبق، يعني واحده معلقه ورا التانية من حلاوتها والله العظيم. يلا بألف هنا وشفا. يا ريت لو وصلت معايا الفيديو ما تنسيش تعملي لايك، والسلام عليكم.